السلام عليكم. فيديو النهارده مميز جدا. النهارده هنعمل الفراخ الشيش مع بعض باسهل طريقه واحلى من بره مليون مره، وبطريقه الحاتي كمان، ومن الحاتي ذات نفس الطريقه. بجد الطريقه حلوه جدا. لو عجبتكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناه. بص يا ست الكل، اول حاجه هنا انا جبت فرخه شيش، قطعتها وخليتها من العظم كويس جدا. ممكن تستخدمي وراك او ممكن تستخدمي صدور. نقعتها في خل وطحينه وشويه من السكر، يعني غسلتها كويس جدا ونقعتها لمدة ساعتين. بعد كده بجيب هنا البصل بتاعي وطماطمتين وحبة فلفل حبة فلفل رومي وقطعتين من الجنزبيل وفصين من الثوم. كل ده بنضربه في الخلاط او في الكبة. بنزل كمان بربع كوباية من المية علشان تسهل عليا هنا عملية الضرب. ممكن تستخدمي، لو مش متواجد عندك الكبة تستخدمي الخلاط، احنا مفيش مشكلة بتقف عندنا، شغالين. وهنزل كمان بمعلقتين من الخل واضربهم كويس جدا. عايزاهم يتفرموا ناعم. انا مش هستخدم غير المية بس، اللي هي بتاعة البصل والطماطم. انا مش عايزة غير المية، علشان طبعا القشور دي لما بتيجي على الشيش بتحس ان هي بتنحرق وبتتلسع اول حاجة. ببتدي ان انا احط كده في قلب المصفى بتاعتي وبصفي كويس جدا. طبعا احنا اللي هناكل واحنا غاسلين ايدينا كويس جدا، فبحاول ان انا اصفي كده بالشكل دوت. وطبعا القشور بتاعتنا ديت انا ما بحاولش يعني ايه ان هي تنزل معايا، انا محتاجة السوائل بس. اما القشور دي هنستخدمها في حاجة تانية، اللي هي طبعا ده البصل المفروم. حاولت ان انا اصفيه كويس جدا، مش هنرميها ولا اي حاجة، هنحتاجها في حاجة تانية ان شاء الله. بعد كده بنزل بكوباية من الزبادي، بنزل بكوباية صغيرة، انا منزلتش بكوباية كبيرة. بعد كده بنزل بمعلقة كبيرة من بهارات الفراخ، معلقة صغيرة من الكزبرة. بعد كده كمان بنزل بمعلقة من الكمون، وهنزل كمان بمعلقة من السماق. انا استخدمت بس هي البهارات اللي استخدمتها بهارات الفراخ اللي معلقة كبيرة، ومعلقة من الفلفل الاسود. وهنا صوص الباربيكيو او صويا صوص، لو عندك متواجد حطي، مش متواجد ما تحطيش. وهنا معلقة من البابريكا ومعلقة من السكر، وهنا كمان معلقة من الملح، والملح هنا حسب الرغبة. وهنزل بمعلقتين او يعني ربع كوباية من الليمون او عصير ليمونتين. بعد كده هقلب الخليط بتاعي كويس جدا. ممكن في الوقت ده تنزلي بمعلقه من الكاتشب كمان لو انت عايزه تعززي اللون، تخلي اللون بتاع الفراخ الشيش بتاعك لونه احمر. وهنزل بربع كوبايه من الزيت. كده لغايه هنا احنا كده تمام. دي التتبيله بتاعتنا اللي هنتبل فيها الفراخ بتاعتنا. بعد كده خلاص بقى التتبيله جهزت معانا، هنبتدي بقى ننزل الفراخ بتاعتنا. وهنا في الوقت ده زي ما اتفقنا تقدري تستخدمي وراك او تقدري تستخدمي صدور، بس بفضل يعني انا هنا مستخدمه الفرخه كامله. بصي يا ست الكل، الوراك بتبقى جوسي طريه ما بتاخدش سوا زي الصدور. فانا هنا السكر بيفتح معايا الانسجه، والزبادي بيطر معايا الفراخ، يعني بصي هياخدوا نفس السوا. هنا بقى في التتبيله بتاعتي ممكن تسيبيها ليله كامله وانت مش مستعجله عليها، او لو مستعجله عليها ممكن تسيبيها 3 4 ساعات كده، تركنيها لغايه ما تيجي وقت ما تجهزي غداكي تبقي تعمليها. بعد كده بغطيها وبركنها لغايه بعد كده لما نبقى نرجع ليها تاني. بص يا ست الكل، انا كده جهزت معايا بقى. هجهز الخليط بتاعي، او جهزت هنا البصل بتاعي، ومعايا فلفل الوان وفلفل رومي وفلفل يعني وبصل. متواجد عندك حطي، مش متواجد عندك ما تحطيش. الحاجة دي اختياري. احنا عايزين يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها دي عايزين نمشي بيتنا بالموجود. انا ممكن احط فلفل الوان، ممكن يبقى متواجد عندي، مش متواجد عندك لا ما تحطيش. بعد كده انا جبت هنا العيدان بتاعت الشيش، وطبعا نقعتها في ميه سخنه علشان طبعا ما تنحرقش مني لما تدخل الفرن. وطبعا بحط قطع من البصل وقطع من الفلفل وقطعة من الفراخ الشيش، وطبعا حسب الشيش ما بياخد معاكي، العود ما بياخد معاكي. لو مش متواجد عندك العيدان الشيش تقدري ان انت تستخدمي اللي هي الاسياخ بتاعه الشويه، او تقدري ممكن ان انت ترصيها في قلب صينيه. لو مش متواجد عندك، احنا عايزين نسهل على نفسنا الامور بحيث ان يعني ايه نمشي وقتنا في ظل الظروف الصعبه اللي احنا فيها.
وبعدين ما نحرمش اولادنا برضو من الحاجات اللي هم بيحبوها طبعا. يعني تغيير عن الفراخ المحمرة والفراخ المسلوقة، يعني يعني بصي يعني حاجات كده نغير فيها، علشان يعني بصراحة يعني بيجيلهم وقت نفسهم بتشيل، وبيبقوا يعني بيرفضوا بمعنى أصح كلمة فراخ أو لحوم. فعايزين نجدد ليهم ونشجعهم كده على المذاكرة، ونعمل لهم حاجات حلوة علشان يذاكروا. طبعا هنا وكمان هقولك لو انتي مش حابة الصاج بتاعك ان هو يتبهدل، ممكن ان انتي تفرشيه بورق الفويل. لو انتي حابة تسهلي عليكي بقى مش محتاجة تقفي في المطبخ كتير، ان انتي تحط طبعا زي ما اتفقنا تفرشي الصاج بتاعك بورق الفويل. وهنا انا طبعا دي شبكة الشوية، لو عندك شبكة فرن تقدري، بس شبكة الشوية هنا بتسهل عليكي ان انتي بتقلبي على الجنب ده والجنب ده، بحيث ان هو ايه ياخد اللون من الجنبين. بفضل شغالة كده في رص العيدان بتاعتي، عيدان الشيش. وطبعا القطع هنا زي ما اتفقنا حسب رغبتك وحسب ما انت عايزة. مفيش اسهل من كده واحلى من كده، الوان بجد ما شاء الله، الوان كده تفتح النفس. وبعدين بصي كلها حاجات يعني الفلفل حلو جدا يعني من الخضار، ان الاطفال هتدخلي لها اي حاجه، لان في اطفال ما يعني بصراحه ما مش بتحب الفلفل الالوان مع انه طعمه حلو جدا. البصل برضو يعني في اطفال ما بتاكلش البصل نهائي، فاحنا بنحاول ان احنا نشوي لهم الخضار علشان ياكلوا بقى ايه، ويعني يشوفوا الالوان الحلوه دي. طبعا انتوا عارفين الاطفال بتحب الالوان. فنشجعهم على الاكل. طبعا انا خلصت الكميه بتاعتي اهيت، هقفل الشبكه بتاعتي وادخلها الفرن. وهنا طبعا هدخلها الفرن بتاعي، ببقى مشغله النار وبدخلها وبنزل بكوبايه من الميه علشان طبعا تستوي على البخار. وهنا دي التتبيله بتاعتنا، اخدت منها كوبايه وشويه من الملح عشان لو حطينا ميه بس، الميه لما تيجي تتبخر هتخلي الشيش معاكي يبقى دلع. طبعا هنا بقيت التتبيله بتاعتي بقى اللي فضت مني طبعا مش هنرميها، علشان يعني تبقى جاهزة معايا لأي وقت أنا احتجتها. بطلعها من الفريزر بروح متبلة بيها لمرة تانية، وبتبقى في منتهى الجمال. طبعا شايفين الفراخ بتاعتي أخدت لون من تحت ومن فوق، من وقت للتاني بقلبها. طبعا دي شايفين ده المنظر بتاعها بعد ما انا شلتها. وده العيش كمان طعمها مع العيش الابيض حاجة كده ما شاء الله، كمان مع رشة من البقدونس كده. بجد شايفين منظر الطبق حاجة كده تفتح النفس. وكمان يعني منظره بجد ما شاء الله حاجة كده واو روعة. وكمان هوريها لكم علشان تشوفوا الفراخ بتاعتنا. بصوا احلى من الفراخ اللي بنجيبها من بره مليون مرة، بل انت عارفة ضامنة نظافتها وضامنة كل حاجة فيها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. وطبعا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف بالجرام علشان تبقى الوصفة معاكي مظبوطة.